الجيل زد ومظاهرات المغرب. الجيل زد خلونا نعرفوا ماذا يعني بعد الجيل زد. الجيل زد هو الجيل اللي تجاد ما بين 1997 إلى حدود سنة 2012، وكيتعتبر أنه جيل الألفية. وهذا الجيل كيتميز بأنه تم الازدياد ديالو في البداية ديال الثورة في مجال الرقمنة وفي مجال إحداث الهواتف الذكية والحواسيب وما إلى ذلك. وبحكم أنني من أبناء هذا الجيل فلا بد أنني نعطي توجيه لهذه المظاهرات اللي جالسة كتصير في المغرب كامل. لا بد على أن هذا الجيل يوعى ويفهم على أن هذه المظاهرات طريقة في الاحتجاجات اللي هي قديمة وطريقة بدائية، لأنهم في الحقيقة ما كيفهموش الخطابات الملكية اللي كيتحدث بها جلالة الملك محمد الثاني نصره الله على ضرورة الرقمنة. فبالمقابل جلالة الملك لما كيتحدث على ضرورة الرقمنة فلقد دار لك واحد الموقع وأنشأ لك واحد المنصة اللي هي منصة شكاية وما. من هذه المنصة كيتمكن من انك دير مجموعه ديال الشكايات، مجموعه ديال الادارات العموميه ومجموعه ديال الوزارات ومجموعه ديال الاشياء وكيستجابوا لك. انا ما كنتحدثش من منطق الفراغ، كنتحدث من منطق التجربه، وفعلا اصلحت العديد من الامور اللي كانت عندي مع العديد من الادارات انطلاقا من هذا الموقع. فبالتالي 10 اشخاص اللي توجهوا بنفس الشكايه لنفس الموقع اكيد غيكون تغيير، نعم غيكون تغيير، وهذا عن تجربه اللي تقدمت بها انا كما كنقول لكم. الشيء الثاني، هناك يعني وسائل ديال انكم انتم كشباب يعني في الاقاليم ديالكم انكم تستدعوا وسائل اللي هي متعلقه بالمجال ديال الاعلام وديروا معها حوارات وجلسات على اساس انها توصل رسائلكم للمسؤولين. وثالثا واللي هي اكبر واعظم هي الوعي السياسي. فلا بد انه يكون عندكم وعي سياسي باش تتخذوا هذه الخطوه وتمشوا عليها، لانه فعلا نحن نتيجه الناس اللي درناهم على اساس انهم يكونوا ممثلين ديالنا في الانتخابات، فهم اللي كتكون بيديهم الميزانيات ديال التسجيل وديال التأطير، وعملهم في ارض الميدان كيكون واجب وضروري. فهؤلاء الناس اللي نتوما غادي تنتخبوا عليهم المره الجايه ديروا بالكم الانتخابات قريبه، فكونوا واثقين بانهم شباب وعلى اساس انهم باغيين يكون التغيير، وهم اللي حاولوا انكم توصلوهم للطليعه، ناس كتثيقوا فيهم، ما تعاودوش تكرروا الاخطاء. وهذه كانت رسالتي، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.